هذه إذاعة إرنا. المستمعين الكرام والمستمعات الكريمات متابعي إذاعة أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 10 من يوليو. كما عودناكم مستمعي الكرام نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، ثم نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نافذة ثقافية، ونفتح نافذة هذا الأسبوع على القرن الأفريقي الكبير ودوله وشعوبه في مقال تحت عنوان الأحلام المجنحة للشعوب، وهو بقلم فتحي عثمان. قبل ذلك مستمعي ومستمعاتي الأفاضل أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. مسؤولان كبيران من نظام الدرج السابق يطالبان بالعفو من الحكومة الإثيوبية. تحرير ضحايا من يد عصابة تجار بالبشر في الخرطوم. تحذيرات دولية من مجاعة تهدد أطفال كل من السودان وإثيوبيا واليمن. كانت مستمعي ومستمعاتي الأفاضل تلكم عناوين النشرة، وهاكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. هذه إذاعة إرنا. ذكرت صحيفة ذا ريبورتر الإثيوبية واسعة الانتشار بأن مسؤولين كبيرين في نظام الدرج الإثيوبي السابق طلبا العفو من رئيس الوزراء ورئيسة جمهورية إثيوبيا، والرجلان اللذان يحتميان في السفارة الإيطالية منذ 29 عاما في الثمانينات من العمر، وكانا ضمن 4 مسؤولين كبار من الدرج احتموا بالسفارة الإيطالية مباشرة بعد هروب منجستو هايلي ماريام إلى زيمبابوي. وتوفي من هؤلاء 4 2، أحدهما نائب رئيس الوزراء الأسبق اللواء تسفاي جبركيدان قائد القوات الإثيوبية في إريتريا، ومسؤول آخر. وبقي هذان المسؤولان واللذان خاطبا مكتب رئيس الدولة ومكتب رئيس الوزراء بالعفو عنهما. الجدير بالذكر بأن معظم مسؤولي الدرج ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في حق الشعبين الإريتري والإثيوبي. قالت وكالة السودان للأنباء بأن المباحث الجنائية المركزية في ولاية الخرطوم ألقت القبض على مجموعة من تجار البشر في حي الصحافة، وأنها قامت بتحرير 7 فتيات وشاب واحد من الأجانب، ولم تحدد الوكالة جنسية الضحايا. وقالت الوكالة بأن أعضاء العصابة كانوا يطالبون بفدية من ذوي الضحايا قبل الإفراج عنهم. وأكدت الوكالة في الخبر بأن العصابة كانت تحتجز الضحايا في منزل مقابل مستشفى إبراهيم مالك في الصحافة. وأشارت الوكالة إلى أن العصابة طالبت ذوي الضحايا بدفع $5,000 مقابل الإفراج عنهم. الجدير بالذكر بأن أغلب ضحايا هذا النوع من الجرائم هم من الإريتريين الفارين من جحيم الخدمة الإجبارية في البلاد، والذين يقعون ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر، وتدفع أسرهم في بعض الأحيان مبالغ تصل إلى $25,000 للإفراج عن أحد الضحايا خاصة الفتيات. نقلت الBBC عن منظمة أوكسفام البريطانية الخيرية العاملة في مجال إغاثة الأطفال بأن وباء كوفيد-19 يعمق أزمة الجوع في المناطق المعروفة ببؤر الجوع في العالم، ومن بينها 3 دول عربية هي اليمن وسوريا والسودان، ويتسبب في ظهور بؤر جديدة للجوع حول العالم. وقالت المنظمة في تقرير أصدرته تحت عنوان كوفيد-19 يؤجج الجوع في عالم جائع أن عدد الوفيات من الجوع المرتبط بالوباء قد يبلغ بنهاية العام قرابة 12,000 حالة يوميا، أي ربما ضعفي من سيقضي عليهم الوباء. وأورد التقرير بيانات تضم 10 مناطق من بؤر الجوع الشديد في العالم، من بينها 3 دول عربية. والمناطق 10 هي اليمن وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأفغانستان وفنزويلا والساحل الغربي الصحراء وإثيوبيا وجنوب السودان وسوريا والسودان وهايتي. وقال التقرير أن الوباء قد يكون القشة التي تقسم ظهر البعير بالنسبة لملايين البشر الذين يعانون من آثار النزاعات والتغير المناخي واللامساواة
والنظام الغذائي المتدهور، مما تسبب في إفغار الملايين من منتجي الغذاء والعمال فقرا مدقعا. وأوضح التقرير أن البطء المفرط في عجلة الاقتصاد العالمي إلى جانب القيود الشديدة على حركة التنقل قد أسفرت عن خسارة رهيبة في فرص العمل خلال الأشهر القليلة الماضية. وأضاف التقرير أن الملايين بدون دخل أو معونة بطالة لا يقدرون على شراء ما يقيم أودهم. ونقل التقرير عن منظمة العمل الدولية تقديرها أن عدد الوظائف التي فقدت بسبب الوباء بلغ 305 ملايين وظيفة بدوام كامل، مما قد يفقر من قد يصل تعدادهم إلى نصف مليار نسمة، وأن أشد المتضررين من ذلك هم النساء والأطفال. بهذا الخبر مستمعاتي ومستمعي الكرام نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. مسؤولان كبيران من نظام الدرج السابق يطالبان العفو من الحكومة الإثيوبية. تحرير ضحايا من يد عصابة إتجار بالبشر في الخرطوم. تحذيرات دولية من مجاعة تهدد أطفال السودان وإثيوبيا واليمن. استمعتم فيما مضى مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام إلى نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة إيرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا، ونفتح معكم نافذة اليوم الثقافية على أحلام التمازج والتداخل بين شعوب القرن الأفريقي ودوله ذات التاريخ العريق من الصومال وإثيوبيا وجيبوتي وإريتريا والسودان وجنوب السودان وكينيا وأوغندا. ملاحم تسطرها هذه الشعوب في التمازج والتداخل والتساكن والتصاهر والتعايش. ونحن في حلقة اليوم من برنامج تعليق على الحدث نفتح هذه النافذة على هذا التعايش السلمي الرائع، ونقدم لكم مقالا تحت عنوان الأحلام المجنحة للشعوب بقلم فتحي عثمان، فابقوا معنا. هذه إذاعة إيرينا. الأحلام المجنحة للشعوب، فتحي عثمان. إذا أردت جادا قتل حلما مجنحا فاسند المهمة لسياسي. السياسيون يملكون بنادق الشيطان يصطادون بها عصافير الأحلام البريئة، ثم يطلقون كلابهم عليها، ثم ينتفون ريشها، وأخيرا يشونها بتلذذ على نار الكذب، ومن غيرهم يبرع في ذلك. ذات يوم حلم المفكر السوداني الإريتري محمد أبو القاسم حاج حمد بأن يسافر مواطن القرن الأفريقي من عصب إلى الجنينة، ومن نقفة إلى هرر، ومن عطبرة إلى بربرة، ومن جيبوتي إلى ما شاء الله له دون أن يحده حد أو يقيده قيد. وحلم حاج حمد لم يكن يعني مجرد التنقل والسفر، بل الاختيار والعيش والمصاهرة والمساكنة. وكان هو نفسه نموذجا لحلمه، فهو ابن منطقة المناصير والرباطاب في شمال السودان. اختار طوعا الانضمام إلى مسيرة الثورة الإريترية، فانتقل من بلاد الرباطاب إلى أسمرة التي تتزين بزوريا من الضباب، حتى أصبح مستشارا لرئيس دولة إريتريا المستقلة. ولكنه لاحقا آثر الفكر والكتابة، ذلك النبل الذي يليق به، عوضا عن شواء عصافير أحلام الشعوب. الأحلام العظيمة كالأفكار العظيمة تجد لها دوما سندا في التاريخ. يعتبر المؤرخ السوداني محمد سعيد الجدال بأن أول محاولة وحدة عبر أفريقية أو بان أفريكانست جاءت في رد ملك إثيوبيا يوهنس الرابع يوحنا إلى خليفة المهدي في أم درمان. ففي رسالة بعث بها الخليفة إلى الملك أمره باعتناق الإسلام أو الحرب. وكان الملك الإثيوبي يحس بخطر الطليان في إريتريا ودسائس الإنجليز، فرد على الخليفة بإرجاء الخلاف والحروب والاتحاد ضد الفرنجي
أو الفرنجة الذين إذا ما استولوا على إثيوبيا فإن السودان سيكون التالي. ولكن قائد جيش الخليفة الزاكي طمل فضل حمل رأس الملك يوهنس إلى الخليفة في درمان. ويثني الجدال على موقف الملك المغدور قائلا إن الأول أي يوهنس وضع يده على الخطر الحقيقي الداهم وسعى بدبلوماسية إلى أن يجد وسيلة لدرئه، أما الثاني خليفة المهدي فينطلق من تعصب أعمى ومن فهم ميكانيكي خاطئ لفكرة المهدي المنتظر ومن جهل العلاقات السماوية الأخرى. حقا إذا نعمت الشعوب بالسلام وتخلصت من أدران الجهل فإنها تصنع المعجزات. القصص حول تمازج شعوب المنطقة تتجاوز وتتسامى على الكراهية، هي نماذج حية وأمثلة تحتذى. محمد سعيد ناود، الشاب الوسيم فارع الطول والمثقف الذي يجيد اللغة الإنجليزية، كان يعمل في شركة التلغراف في بورسودان وينشط في نفس الوقت في خلايا الحزب الشيوعي السوداني. انطلق ناود من بورسودان ليؤسس حركة تحرير إريتريا في عام 1958 وظل حتى وفاته رحمه الله جسرا رابطا بين السودان وإريتريا. الجنرال الإثيوبي أمان ميكائيل عندوم من مواليد منطقة تعزاكا في إريتريا تلقى جزءا من تعليمه العسكري في السودان وأصبح لاحقا أول رئيس لجمهورية إثيوبيا بعد إسقاط حكم الإمبراطور هايلي سلاسي سنة 1974، والذي انطلق هو نفسه من الخرطوم في حملة عسكرية لاستعادة عرش ملكه بعد أن خلعه الطليان منه قبل الحرب العالمية الثانية. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. لازلتم مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام تستمعون إلى مقال تحت عنوان الأحلام المجنحة للشعوب. وتضم القائمة العابرة للبلدان شعراء وفنانين وكتاب وإعلاميين ودبلوماسيين وأناس بسطاء. فنجم الدبلوماسية السودانية والأدب المتألق جمال محمد أحمد كان له عشقا مشهودا ومسطرا لمقديشو والمحيط الهندي، حيث عمل سفيرا هناك وكان جزءا أصيلا من نسيج البلاد، وكتب عنها كتاب تحت عنوان سالف حمر. ومن مقديشو الأثيرة أصدر الرئيس الصومالي الراحل محمد سياد بري قرارا رسميا يسمح للإريتريين بحمل الجوازات الصومالية الدبلوماسية والعادية، فكان أول رئيس دولة يقوم بتلك الخطوة. وفي الدبلوماسية هناك سفير إريتريا الأسبق لدى الخرطوم حامد حمد، فك الله أسره إن كان حيا ورحمه برحمته الواسعة إن كان ميتا. حكى لي أحد الزملاء مرة موقفا طريفا حدث له مع الرئيس عمر البشير، ففي ظل أزمة كانت بين الخرطوم وأسمرة حل أحد الأعياد، وحسب العرف الدبلوماسي يقوم السفراء بزيارة رئيس الدولة للتهنئة بالعيد، فكان أن غاب السفير حامد حمد عن حفل تهنئة الرئيس البشير، فلاقاه الرئيس عمر البشير في مناسبة أخرى وخاطبه معاتبا قائلا: يا حامد، السفراء كلهم جو هنوني بالعيد إلا أنت ما جيت، مالك؟ فرد حامد في ارتباك: والله يا فخامة الرئيس أنا عيدت مع أمي في القضارف. فانفجر الرئيس البشير بالضحك. وهناك مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الإريتري الذي خطفت قلبه فتاة سودانية فاقترن بها في رباط زوجي ودبلوماسي جميل. وهناك قصة حكاها لي أحد الأخوة الصوماليين عن 3 سفراء أخوة من أسرة صومالية موسرة، كان أحدهم سفيرا لبلاده أي الصومال، والآخر سفيرا لإثيوبيا، والثالث سفيرا لكينيا، وصادف أن عملوا في إحدى العواصم معا كلا في خدمة بلاده التي ارتضاها. وصادف أن تعرفت على دبلوماسي كيني مرموق وماهر لكينيا من أصل صومالي، وأتوقع يوما أن يخدم خلال مشواره الدبلوماسي في مقديشو بحكم أصوله الصومالية. وهناك دبلوماسي إريتري أيضا ذو صلة بالصومال، وآخرين ذوي صلة بإثيوبيا والسودان. ويقال أن حتى الرئيس إسياس أفورقي تربطه صلة قرابة برئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ملس
زيناوي. هذه إذاعة إرنا. لازلتم سمعتي الكريمات ومستمعي الكرام تستمعون إلى برنامج نافذة ثقافية، ونعرض فيه لمقال تحت عنوان الأحلام المجنحة للشعوب. والشعراء والفنانون يتقدمهم القامة السامقة محمد عثمان كجراي السوداني الإريتري، والذي له دواوين أسهمت في بناء مدرسة الشعر الحديث في السودان، مثل الصمت والرماد والليل عبر غابة النيون وأنفاس البنفسج. يعتبر كجراي الذي تغنى بإشعاره فنانون كبار في السودان مجايلا لشعراء السودان الكبار محي الدين فارس ومحمد عبد الحي والفيتوري ومحمد المهدي المجذوب، وله أشعار تغنى بها فنانون إريتريون كذلك. أما محمد محمود الشيخ مدني فهو مولود في سرة إريتريا كما يقول، أي في أوسط مدنها، وقصيدته مشطورة بين القطرين، وتغنت له فرقة عقد الجلاد بأغنية أحتاج دوزنة. أما الشاعر الراحل بابكر عوض الكريم الحسون المغرد شاعر فحل له قصائد رائعة عن إريتريا والسودان. وهناك إدريس عوض الكريم الذي كتب الشعر وترجمه وعمل في أول صحيفة صادرة باللغة الإنجليزية في أسمرة. انضم إدريس عوض الكريم السوداني إلى الثورة الإريترية في السبعينات، وأفنى فيها زهرة شبابه مسخرا قلمه السيال باللغة العربية والإنجليزية في خدمة القضية الإريترية. وهناك أيضا الدكتور تاج الدين نور الدائم السوداني الذي تقلد منصب أول مدير للمتحف الوطني الإريتري. ومن الإعلاميين أذكر الزميل أحمد شريف الملقب بأيوب صديق الإذاعة الإريترية، وفتى الشاشة الإريترية الوجيه حسين محمد محمود طه، وآخرون كثر. ومن ضمن الفنانين تعرفت ذات مرة على مطرب موهوب، وهو مهندس كمبيوتر أمريكي إريتري سوداني المعي لا يضارع في حقله، يدعى سقاي قبر مدهن، ويناديه أصدقائه السودانيين بسقاي قمر الدين. ويذكرني سقاي بالنجم الراحل ويليام أندريا الفنان والمطرب السوداني الإثيوبي وكابتن منتخب السودان لكرة السلة في السبعينات. وهناك شعراء وفنانون آخرون لم يتسع المقال لذكرهم. ومن ضمن كتاب القصة القصيرة هناك عادل القصاص عاشق البنفسج في أسمرة، والتي كتب فيها قصصا قصيرة ذات شعرية سامية. وفي الخرطوم هناك مها رشيد السودانية الإريترية، والتي تجر ماسورتها الماء من بحر شمبات لتسقي شتلاتها وحنين أمها إلى بلدة عونة في عنسبة أو عين سبأ في إريتريا. ومن ضمن المفارقات التي ربما لا تحدث في مناطق أخرى غير منطقتنا أنه وأثناء الاستفتاء الأممي على استغلال إريتريا في صيف عام 1993 دخل على إحدى لجان التصويت في أم درمان ضابط سوداني برتبة رفيعة وبزيه العسكري الكامل، وسأل عما إذا كان هذا مقر لجنة التصويت، فرد الشباب عليه بنعم وهم يتوقعون كشة عسكرية. فقال الضابط بثقة: أنا عاوز أصوت. فرد عليه شاب منبها بأن الاستفتاء للإريتريين فقط، فرد قائلا بأنه من أصل إريتري، وأكد أنه من منطقة إمبادرهو والتي تبعد حوالي 15 كيلومترا غرب أسمرة، وأدلى بصوته وسط دهشة الجميع وانصرف. هذه قصص المشهورين من أبناء القرن الأفريقي، ومنهم الصحفي الإثيوبي اللامع في عاصمة بلاده والذي ولد وتربى في السودان، وهناك الكاتب الصومالي الموهوب والذي أكمل تعليمه وعاد ليسهم في نهضة بلاده بحس المثقف الملتزم. هذه قصص المشاهير والمبرزين، لكن هناك قصص البسطاء من الرجال والنساء الذين سطروا تواريخا في أحياء عرفت بأسمائهم، مثل حلة سودان في كرن، والحي السوداني في عصب، والحي الصومالي في أسمرة. هؤلاء البسطاء لهم قصص تعبر عن وحدة حقيقية وتمازج بين شعوب المنطقة. وأذكر ختاما قصتين: الأولى لرجل يدعى أبرهة، والده إثيوبي وأمه إريترية ومولود في القذارف. كان أبرهة هذا يلقب بأبرهة الأشرم، ولا يجد قضاضة في ذلك، خراطا ماهرا في إحدى ورش الحدادة، وساهم وبحرفية ماكرة في إحدى المرات في خراطة ماسورة مدفع عيار 20 ملم، وهو مشابه لمدافع الدوشكا
لصالح الثوار الإريتريين. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. لازلتم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام مع برنامج نافذة ثقافية، وتتابعون فيه مقال تحت عنوان الأحلام المجنحة للشعوب. وأختم قصص البسطاء ملح الأرض بقصة عشت شطرا منها لشاب يافع ولد في قرية على ساحل إريتريا الشرقي على ضفاف البحر الأحمر. وصل هذا الشاب المملوء عنفوانا وفتوة إلى السودان، واستقر في مدينة القضارف، وسبب لشرطتها صداعا بدخوله في شجارات لا تنتهي، حتى أمر قائد الشرطة الإنجليزي حينها، وكانت إريتريا والسودان تحكمان معا بواسطة بريطانيا، بإلحاق الشاب بالأورطة الشرقية، وهي نفس الأورطة التي التحق منها الرعيل الأول بجيش التحرير الوطني الإريتري. ووظف الشاب نزوعه العنيف في خدمة سلاح المشاة، وبز أقرانه في البسالة والانضباط. وعندما اندلع ما يعرف بتمرد حركة أنيانيا الأولى في توريت عام 1955، أصيب هذا الشاب بطلق ناري في المعارك. وفي فترة نقاهته أصر عليه بعض أصدقائه بالسفر معهم إلى قريتهم بالقرب من حاضرة الجعليين المتمة في ولاية نهر النيل، وهناك حلفوا عليه بأن يتزوج إحدى بناتهم ليصبح منهم وفيهم. وفعلا تزوج وارتحل بزوجته إلى أم درمان. بكرت له هذه السيدة الفاضلة رحمها الله ببنت، ثم ألحقتها بعد حين ببنت ثانية في الحي السكني للجيش في مدرسة جبيت للمشاة في نواحي بورسودان. واحتفالا بالمولودة أولم الرجل وحضر المأدبة ضباط وضباط صف من الزملاء من المدرسة، وكان ضمن الحضور ضابط دنغلاوي شاب مفتول العضلات ووسيم الملامح. هذا الشاب الذي اسمه جعفر محمد نمري أصبح رئيسا لجمهورية السودان الديمقراطية. سرح الرجل من الجيش السوداني إثر محاكمة عسكرية بعد اتهامه بنقل عتاد عسكري للثوار الإريتريين، وكان حسب شهادة أحد المناضلين الإريتريين أول رجل يقود شاحنة ويدخل بها الأراضي التي تسيطر عليها قوات الثورة الإريترية. ثم بدأ الرجل مشوار حياته المدنية في الخرطوم، وأصبح فيما بعد وبحكم خلفيته العسكرية المسؤول الأمني للثورة الإريترية وقادتها في الخرطوم، كما ذكر لي أحد الأصدقاء مؤخرا. توفي هذا الرجل ودفن في مدرمان التي عشقها حتى النهاية، وكان يدعى عثمان أحمد سعيد، وهو والد من يتحدث إليكم الآن. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، كانت هذه حلقة من برنامجكم الأسبوعي نافذة ثقافية، وفتحنا نافذة هذا الأسبوع على التصاهر والتزاوج والمعايشة بين سكان دول القرن الأفريقي في مقال تحت عنوان الأحلام المجنحة للشعوب بقلم فتحي عثمان. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وقبل الختام مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicarena@gmail.com. حتى الملتقى بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامج نافذة ثقافية والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا. لكم تحياتي محدثكم فتحي عثمان وزملائي في الإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا.